السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلبي اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناة ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيبنا ونبينا وشفعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد ان شاء الله، ويرزقنا ويرزقكم جميعا الخير اللهم امين. انا زودت ميه الفقاسه دلوقتي. الحراره بتاعت الفقاسه بصوا نار نار جدا، درجه الحراره 38.2. الجو اصلا دلوقتي كاتمه بطريقه صعبه، مفيش اي هوا خالص، فدرجه حراره الفقاسه عاليه يمكن عن بالنهار كمان. فعادة انا مش قلقانه منها، انا مزوداها ميه وقلبت البيض ورشيت ميه وظبطت دنيتي، بس معانا انتاج في الفقاسه، فقلت بقى ايه اطلعه عشان مش هينفع يفضل للصبح، اللي هينفع يفضل نسيبه والصبح نكمل معاكم الفيديو بتاعنا، واللي هيطلع دلوقتي نطلعه عشان الجو حر ودرجه حراره الفقاس عاليه جدا جدا. فلو سبت اللي طالع فيها دلوقتي ونشف هصبح الاقيه ميت. احنا مش في الشتاء هنسيب الطيور يوم واتنين، ما ينفعش معانا. بسم الله ما شاء الله خارج معانا سمان. السمان هنسيبه لحد ما اجهز له مكان، لان مش ينفع احطهم في وسط الفراخ لان السلاكه ضاقت على الطيور اللي فيها. بسم الله ما شاء الله معانا سمان بيور اهوت، الله اكبر. دول ادي 3 6 6 7 كتاكيت سمان طالعين معاهم، طلعوا ولسه باقي السمان ما خرجش. في كتكوت اهو نحاول نساعده. انت هتعيش ولا هتموت ولا ايه دنيتك؟ حاول بس نفتح له حاجه بسيطه كده وهو يطلع براحته بقى. هنطلع بقى الفراخ اللي موجوده معانا. بسم الله ما شاء الله، ده هندي اهو، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. وده برضو هندي، ده بزراميط، ده بزراميط، وده بزراميط. شايفين؟ بس هوريكم حاجه بسيطه جدا. شايفين؟ راح فين؟ استنى اعمل حاجه كده. شوفوا الهندي من البزراميط، شايفين ده من ده ملوش بتاع العرف بتاعه ممسوح تماما. شايفين المنطقه دي بتاعت البزراميط عريضه ازاي؟ انما الهندي شايفين هو باين اهي، والمنقار بتاعه مختلف عن ده، فهو بيتعرف ان هو لسه طالع من البيضه. الهندي من البزراميط، ربنا يبارك يا رب. ده برضو هندي وبزرام، لا الاتنين دول هندي، لا واحد هندي وواحد بزراميط عشان مفيش هندي برقبه، بيبقى فيتنام. ودول الاتنين دول واحد هندي وواحد بزراميط، وده بزراميط. ده كتكوت هندي اسود. مالك بقى؟ ده شكله بيودع، انا زعلت قوش. ده هندي بس شكله بيودع. والله احنا هنسيبه في الفقاسه للصبح وهو نصيبه، اما نشوف ان شاء الله. اكمل معاكم الفيديو بكره لما نشوف هيطلع معانا سمان ايه، ونشوف الدنيا ايه، لان هو كان سمان بشاير، فاكيد اغلبيه البيض بيطلع فاضي. اكيد مليون المية اغلبيه البيض بيطلع فاضي. فهناخد دول هنشوفهم كام كتكوت ونحطهم مع اخواتهم. دي تالت دفعه تطلع علينا من الفقاسه، لسه حوالي 3 بيضات او 4 بيضات لسه ما خرجوش معانا، فربنا ييسر الامور للجميع. البتاع السلاكه ضيقه لان في فراخ طالعه بقى لها 3 ايام دلوقتي، وفي فراخ طالعه امبارح، فالمكان بقى ضيق. دول اللهم صل على محمد، ادي 3 6 9 11. امبارح طلع لنا 10 والنهارده طلع لنا 11، واول يوم على ما اعتقد كان 43 او 42. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك ويرزق كل من كان يا رب الخير. ان شاء الله بكره الصبح هكمل معاكم الفيديو بباقي الانتاج اللي هيخرج معانا. رجعت لكم تاني بقى يا حبايب قلبي النهارده الصبح اهو بقى. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. زي ما انتم عارفين هطلع معانا كميه حلوه جدا جدا من الفراخ الهندي والبزراميط، والسلاكه الصغيره ضيقه عليهم جدا جدا، فانا قررت ان انا هنزل الكبار دول في السلاكه من تحت، وهنضف ديت واظبطها كويس جدا جدا، واجيب لها فرشه نضيفه، وابدا ادخل فيها الكتاكيت الصغيره. فهنبدا دلوقتي الاول بقى كده نشيل ايه السقايات والدنيا دي عشان ننضف. لما ننضف السلاكه اللي تحت ما يقعش كنس فيها كده. فهنشيل دي الاول، وعامه الكنسه اللي فيها ناشفه يعني ومفيش فيها فرشه قد كده، يعني الايه الافرازات بتاعتهم بس او الحمام بتاعهم. عايزه اشيل بس الفرشه كده من تحتهم عشان لما اجي اشيلها ما اوسخش الايه الدور الارضي بتاعي، لان ما اعرفش انزلهم تحت في الارضيه دلوقتي. لو نزلتهم في الارضيه هيتبهدلوا، فانا هسيبهم في السلاكه هنا لحد ما اظبط لهم مكان. فهبدا انضف المكان ده كله واروقه، وابدا انزل الفراخ تحت، واطلع الصغيرين اللي موجودين هجيبهم ايه في السلاكه في الدور الفوقاني هنا. فخليكم معايا لحد ما اخلص خالص.
خلاص يا حبايبي، سكنت الفراخ الكبيره سكنتها في الارضيه اهيت، ونضفت السلاكه من فوق وفرشت فيها فرشه نظيفه وشكاير نظيفه والتبن نظيف قدامكم. وهبدا بقى ان انا انقلهم في المكان التاني عشان انضف الاوضه بتاعه الفقاسه، ان الاوضه فيها كنسه كتير اللي نازله من السلكات، فعايزه انضفها برده عشان تبقى الدنيا تمام. فهسيب بقى السمان هنا، مش هطلع السمان، هاخد بس الكتاكيت عشان فيه سمان في الفقاسه هنطلعه برده، لان يوم ما الفراخ دي طلعت وزحمه المكان بقوا يناموا فوق السمان، فالسمان اللي كان طالع الاخر مش عارفه مات منهم باين 4، يعني يعتبر مات النص. فعشان المكان زحمه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، فهنقل بقى الفراخ في السلاكه الثانيه، وهسيب بس على قد السمان اللي هيطلع 10 15 اللي يبقوا موجودين هنحطهم فيها وخلاص. فهنقلهم وهرجع لكم. خلاص يا حبايبي، عبيتهم كلهم في الكرتونه بسم الله ما شاء الله، دول عدناهم طلعوا 64 كتكوت. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. لحظه بس اشيل الكرتونه. 64 كتكوت ربنا يبارك فيهم يا رب ان شاء الله. هشوف برضو لو في فراخ في الفقاسه هنجيبها معاهم. الله اكبر عليهم ربنا يبارك. هم كانوا 65، ففي واحد مات من زنقه السلاكه، ففي واحد مات فقدر الله ما شاء فعل، بس عدت كده. بالنسبه للراجل اللي كان قايل لي على فراخ بزراميط طنش الطلب، فما فيش مشكله، ده فضل وعدل من عند ربنا. ربنا يبارك لنا فيهم، ربنا يعوضنا بقى خير ان شاء الله، والرب الدفعه دي معاكم ويرزقنا فيها خير اللهم امين، لان تربيه عسل وشويه فراخ بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيهم يا رب اللهم امين. حاجه جميله جدا جدا، ويمكن هو ربنا اللي مش راضي ان انا بعملهم حاجه. لو في حد يا جماعه محتاجهم والله العظيم انا ما هعزهم عليهم، هندي وبزراميط اللي محتاجهم الكميه كلها ما فيش اي مشكله خالص. دول اعتبروا 65 كتكوت، لان في بتهيألي في حاجه طالعه في الفقاسه هنشوف دلوقتي مع بعض. فاللي محتاجهم والله العظيم ما عزهم عنكم ابدا، واللي محتاجهم تمام مفيش اي مشكله. ربنا يبارك يا رب. لسه في حاجه كده خلاص كده الدنيا تمام. هم بسم الله ما شاء الله الله اكبر، السلاكه هنا واسعه عليهم ربنا يبارك، لحد بس ما يبداوا ان هم بس يبقى لهم 20 يوم كده ولا حاجه، ولا 25 يوم ابدا انزلهم على الارض برده عشان يبداوا ان هم يتعودوا على المكان، لان الجو هيبدا بقى من اول 9 ان شاء الله يظبط معنا درجات الحراره. فاحنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نشوف لهم مكان نحطهم فيه، بحيث ان هم الطير اللي على الارض بيبقى يومه بيومين يا جماعه. الطير على الارض بسم الله ما شاء الله بيبقى يومه بيومين، فبيحتاج وسع اكتر وكميه مساحه كبيره عشان ياخد راحته ويبقى صلي على محمد. السلام. فيلا بينا نشوف ايه اللي في الفقاسه، سواء سمان او فراخ هنطلعه ننظف مكاننا ونظبط دنيتنا عشان ما نطولش عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يبارك يا رب. هو السمان عامه يعني البيض الفتره دي تفريخ وحش جدا جدا، عشان البيض من درجات الحراره. هما كام سمانه؟ ادي 3 6 وفيهم نسبه اعاقه كمان 6، هما 10. ودي اللي كانت بتطلع امبارح ماتت، مفيش مشكله خالص ملناش نصيب فيها. ومعانا كتكوت برقبان اهوت، سيبه لما ينشف كويس. وده لسه عايش اهوت، بس يعني بصوا انا فاقده الامل فيه، فانا هطلعه احطه مع السمان مش هحطه مع الفراخ. سواء مات بقى او عاش بقى يبقى ملناش نصيب برضه، يعني لو عاش يبقى نصيبنا فيه، لان هو كتكوت هندي اسود. ما عاش يبقى ملناش نصيب فيها. هسيب بيض السمان ده لما المغرب كده اخر اليوم كده، ونشوف ايه اللي هيطلع وايه اللي مش طالع، لان هو البيض خفيف، في بيض خفيف وفي بيض فاللي هيطلع يبقى رزق من عند ربنا، واللي مفيش فيه بذره او مكتم ده تبقى حاجه برضو بتاعت ربنا، فربنا يبارك. لسه في بيض هنا اهوت، كام بيضه؟ ادي 2 بطان 2 بس من الكميه ديت، هما لسه ما خرجوش، فهفرزهم بقى ان شاء الله واشوف فيهم البذره بتاعتهم شغاله. هما كان فيهم بذره، هشوفها شغاله ولا كتمت. اما يكتم 2 ده هتبقى النسبه جميله جدا جدا. هما كانوا 15 بيضه، فلما 2 يكتموا من 15 ده تبقى نسبه كويسه جدا جدا. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويرزق كل من كان. فهنسيب الكتكوت ده ينشف كويس وبعدين نخرج. يعني كده معانا 65 كتكوت هندي على بصراميه، ودول هننزلهم مع اخواتهم. زي ما قلت لكم هم فيهم نسبه اعاقه، لان الجو وحش، الجو وحش قوي 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 يعني فعلا. وبعدين السمان لما بيغيب في الفقاص اصلا بيبقى عنده نسبه اعاقه. هنطلعهم كده نجيب لهم ميه بسكر تظبط الدنيا عندهم، ونحط الكتكوت الهندي ده وياهم. لو عاش يبقى قدر الله، لو مات يبقى قدر الله ما شاء فعل، عاش يبقى رزق من عند ربنا. ده كتكوت هندي اهو اسود، هيبقى لونه جميل جدا جدا، بس بقى الله اعلى واعلم هيبقى لنا نصيب فيه ولا لا. فانا هبدا بقى انزل علف وانزل ميه للكتاكيت التانية، بس عشان ما اطولش عليكم هعلف بقى واحط ميه بقى براحتي، لان لسه اغسل سقايات واغسل علافات، وعشان ما اطولش عليكم فكده خلاص انا مش هحط اكتر من هنا علفه.
وهحط ميه بسكر عشان في فراخ لسه طالعه امبارح فما كانوش يشربوا ميه بسكر لان حطاهم بالليل. فهحط سقيت ميه بسكر وهحط علفه، واكتر من كده مفيش، لان الميه بسكر جميله جدا جدا بتفتح مصران الطير وبتخليه يسحب معاك اكبر قدر من العلف. فانا هنضف بقى المكان واظبط الدنيا واسيب الفراخ بس تهدى شويه كده وبعدين اقدم لهم الميه والعلف بتاعها. دي كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب بس الفيديوهات بتاعتي تكون بتنال ارضائكم وبتعجبكم. بالله عليك لو بتستفادوا بقدر بسيط من المعلومه او بتكونوا مبسوطين من الفيديوهات بتاعتي، ما تنسونيش في تعليق حلو كده من ايديكم، من يكون طالع من صميم القلب ان انتوا تدعوا لي دعوه حلوه كده من قلوبكم ان ربنا ييسر اموري ويبارك لي يا رب ليا ولكم امه محمد ان شاء الله، ويرزقنا خير الدنيا والاخره، ويرزقنا اهم شيء الفردوس الاعلى من الجنه يا رب اللهم امين، ويبارك ليا ولكم امه محمد اجمعين. ما تنسوش اللايك لان اللايك هو اللي بيرفع مستوى الفيديو وبيخلي اليوتيوب يقترح الفيديوهات بتاعتي وتجيب اكبر قدر من المشاهدات. فربنا يبارك لنا جميعا يا رب. استنوني فيديو جديد واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.